لو حد قال لك قبل الماتش ان تشيلسي هيكسب كنت هتقول عليه بيفتي، ولو قال لك كمان انها تكون 3-0 كنت هتضحك لحد الصبح. بس هو ده اللي حصل فعلا. تشيلسي مش بس كسب باريس، ده نفخه تكتيكيا وخانقوا على مدار 90 دقيقه. في الفيديو ده هنفصل سوا ازاي ماريسكا خطف اللقب من باريس سان جيرمان بالارقام والرسوم البيانيه والتفاصيل التكتيكيه اللي ما تتشافش غير بالملي. خليك معايا ويلا بينا نبدا. قبل الماتش البروباجندا اللي كانت حوالين فريق انريكي كانت فوق الخيال. صحف عالميه قارنته ببرشلونه 2009 وبمنتخبات تاريخيه، وده كان ليه اثر سلبي في قرارات لويس انريكي، وقرر يلعب ضغط عالي مان تو مان وتفاؤل زايد بامكانيات لعيبته في الثنائيات. بس الفكره انك تراهن على المان تو مان قدام فريق بيستغل انصاف المساحات ده جنان. والنتيجه هدف اول لتشيلسي بعد ثنائيه بين مينديز وجوستو، بس جوستو فاز وساب الوضع 2-1 في منطقه قاتله، وبالمر ما يتوصاش ببرود وهدوء، وهدف اول بدماغ ماريسكا. وهنا بقى دخل ماريسكا في الجيم اكتر من اول ده. هو قاري باريس كويس قوي، عارف نقاط قوتهم وتحركاتهم، فقرر يلعب بدفاع مرن 4-4-2 وقت فقدان الكوره بمحورين كايسيدو وجيمس، وقدامهم انزو وجواو بيدرو، وكاجنحه بالمر ونيتو واخدين تعليمات واضحه جدا: ارجعوا وقت الدفاع وانطلقوا في التحولات. ماريسكا رتب كل حاجه حرفيا. باريس حاولوا يمسكوا الكره كالعاده، واقفين على الورق 3-2-4-1. في الحقيقه كل كوره لازم تبدا من فيتينيا. الراجل ده عامل 101 تمريره منهم 90 ناجحين، والاهم الفرق بين عدد الباصات وعدد اللمسات 14، وده رقم كبير بيقولك ان اللاعب ده بول كارير، حامل للكره من طراز فريد، شايل الكره وبيفتح مساحات بنفسه، ولما زاويه التمرير تبقى مقفوله بتحركه بيفتح زاويات تمرير. بس المشكله كل محاوله اختراق من جبهه نونو مينديز او اشرف حكيمي كانت بتتقفل بديناميكيه وتشبع بدني من لعيبه تشيلسي سواء على اليمين او الشمال. كان جناح بيتاخر، كل محور بيضغط، وبيعملوا بلوك عبقري للتمريرات العرضيه والقطريه. وهنا يظهر سلاح تشيلسي الاقوى: التحولات. بمجرد قطع الكره تشيلسي يقدر يوصل للجون بثلاث باصات. ليه؟ لان عنده لعيبه زي كايسيدو وبالمر يقدروا يطلعوا بالكره باقل عدد من اللمسات وبسرعه الصاروخ، وده بان في الارقام. رغم ان باريس مستحوذ بنسبه كبيره، لكن الاكس جي بتاع تشيلسي حوالي 4 اضعاف باريس. كل الخطوره كانت من تشيلسي خصوصا في الشوط الاول. باريس شكل بلا طعم، محاولات قليله، وجوده الفرص ضعيفه جدا. ماريسكا سيطر على الجيم طوليا وعرضيا، وحقق لتشيلسي اول لقب لكاس العالم للانديه بالنظام الجديد. وبالمر استحق بجداره لقب افضل لاعب في البطوله، وسانشيز احسن حارس. تشيلسي اثبت انه مش جاي يتمشى، ده جاي يعلم على الكبار. وماريسكا اسمه اتحفر في اول صفحه من تاريخ البطوله الجديده.